بيومي فؤاد. غلطة الشاطر بألف يا بيومي، وانت غلطت أكبر غلطة في حياتك. في موقفك الأخير أفقدك حب الناس وحب ملايين الناس اللي كانت بتحبك وكانت شايفة فيك إنسان طيب ونبيل ودمه خفيف. فرق كبير بينك وبين محمد سلام. بص انت فين دلوقتي، هو فين؟ وجا فالح بس على المسرح طالع مش عايز فلوس، مش بتاع فلوس. ثم انت ايه اللي وداك هناك؟ لو انت مش بتاع فلوس طب ما كنت تعمل زي زميلك العامل. واكبر غلطه عملتها انك طلعت على مسرح في بلد تانية وهاجمت محمد سلام، ده غلط. اسلوبك كان رخيص جدا، انك تقف وسط ناس بتستجد تعاطفهم وتستجد هم يسقفوا لك ويهلوا لك، وبكل خصه وندالة بتهاجم حد كل مشكلته ان حب يكون في صف الناس، في صف الشعب، ما عملش زيك. طب انت مش قادر تعمل زيه، اتس اوكي، ورحت وفي ناس كتير راحت معاه. لما اجيش اتبرع انا واطلع كده في طوعيه واقف على المسرح واقعد اكله الاتهامات والناس تسقف وتهلل، بتستجد شويه حشاشين، معلش قاعدين شويه حشاشين شايفين اخواتهم والاطفال بيتضربوا وبيتقطعوا وهم عمالين يرقصوا وبتاع في موسم الرياض. للاسف المواقف دي بتبين الناس على حقيقتها. انت خسرت كتير جدا، سواء على مستوى الفولورز اللي بيتابعوك، على مستوى حتى مطعمك. انا لسه شايف حاجات الناس بتنادي بان هم يقاطعوا مطعمك. انت زيك للاسف زي السلع الامريكيه والاسرائيليه الناس بتقاطعها. ما اعرفش ذكائك خانك ازاي في موقف زي كده. عود الى رشدك يا بيوم، انت كنت محبوب من ناس كتير جدا، ما اعرفش تعمل ازاي. اعتقد ان لو عملت اي حاجه تاني مش هترجع ثقه الناس فيك. موقف سخيف جدا. ومحمد سلام برافو يا محمد، انت ممكن تكون خسرت الجوائز اللي خدوها، الفلوس اللي خدوها، ولكن صدقني كسبت مكسب خطير جدا اللي هو حب الناس واحترامهم ليك. والسلام عليكم.